صباح الخير. هنعمل مع بعضينا كحك العيد بطريقة ناجحة ومضمونة وسهل جدا بمكونات بسيطة، وهنعرف أسرار كتير ازاي نضمن نجاحه وازاي نسويه ونعرف نخزنه ازاي بطريقة الصح عشان ما ينشفش مننا. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نانا عادل، ويلا بينا نبتدي الوصفة. هنجيب كيلو من الدقيق الحلويات مكتوب عليه دقيق كحك او دقيق الحلويات، يكون حاجة مضمونة، او لو سايب بس تكونوا مجربينه قبل كده. وهنجيب ربع معلقة صغيرة من ريحة الكحك، معلقة صغيرة من خميرة البودر، ربع معلقة صغيرة من بيكنج باودر، ربع كوباية من سكر الحبيبات ابيض، معلقتين من السمسم المحمصين، ممكن تعملوا زي انا بجيبهم ني وبحمصه في البيت، 2 كيس من الفانيليا. وهنجيب طبعا كوباية ماء فاتر معانا ومية ورد وكيلو نص كيلو من السمنة. بس احنا هنخلط كل المكونات البودر، مش هنحط اي حاجة غير البودر ونعملها ميكس، وبعد كده نروح حاطين السمنة بتاعتنا. انا السمنة هنا سايحة ولكن مش سخنة ولا باردة، انا عملت ميكس ما بين الاتنين عشان مش عايزاها تكون سخنة تقيلة كده واحنا بناكل الكحك، ولا عاملاها باردة اللي هو طريقة الكحك البارد. وهنبتدي ان احنا نخلط السمن بالراحة خالص من تحت لفوق. انا طبعا مسرعة الفيديو علشان خاطر وقت الفيديو يعني، ولكن احنا بنعمل بالراحة، بنبس الكحك معانا، اللي هو ان احنا بنخلط المكونات بالسمنة وما نعجنش. احنا بس كل اللي همنا ان احنا ميبقاش فيه بودرة الدقيق معانا لغاية لما نخلص ونحس ان اتشرب كده من السمن، يعني بنجرب كده حتة في ايدينا. نبتدي ان احنا نحط كوباية مية الفترة بتاعتنا، مش هتكون لا سخنة ولا ساقعة، مية من الحنفية عادي. ومعايا مية ورد، انا هنا بحط قطرة من مية الورد، ودي بتدي يعني نكهة كده حلوة قوي، بتسمع كده مع ريحة الكحك. لكن طعم مية الورد طبعا ما بيبقاش باين في طعم الكحك، يعني ما بتغطيش على الطعم، لكن بتبقى ريحتها حلوة جدا وبالذات في التسوية. ونبتدي نحط كوباية المية، ده مقدار مظبوط جدا، مش هنزود ولا هنقلل. ونبتدي ان احنا نعمل الكحك كده بقى، نعجنه بس بالراحة خالص علشان ما ينشفش مننا، وده سر من اسرار نجاح الكحك، ان احنا ما بنعجنش، احنا بس مجرد ما بنخلط المكونات في بعضيها. وهنبتدي ان احنا ناخد حتة ونبتدي نشوف هتتشكل معانا ولا هتشقق مننا. لو حسينا انها بتشقق نبتدي ان احنا نعجن بالراحة تاني، لكن لو حسينا ان هي نعمت مننا، وهوريكم ازاي بنعرف، بنضغط بصبعنا كده بنلاقي العجينة ناعمة معانا، يبقى كده خلاص جاهزة ان هي تتشكل. ونبتدي ناخد بقى مقدار 50 او 60 جرام، لو عندكم ميزان، ما عندكوش بيبقى بالوايم كده بايديكم، ونشكل بيه بالقمع بتاعنا بتاع الكحك. وهقول لكم على كذا طريقة تشكيل لو مش متوفر القمع. ونحطه معانا كده في الصينية بتاعتنا، الصينية انا مش دهناها اي حاجة خالص. وطبعا في الفترة دي انا بكون مسخنة في الفرن كده علشان خاطر الكحك بيخش على الفرن يكون سخن. الشكل التاني انا هعمله بالمنقاش بتاعنا كده، ونبتدي ان احنا زي ما انتوا شايفين ان احنا بنعمل بالشكل دوت. الشكل التالت وهو بالشوكة بتاعتنا، ودي اسهل حاجة. لو مش متوفر قمع او منقاش الكحك، نعمل بالشوكة كده من الجوانب، وبراحتكم خالص، يعني ممكن تشكلوا حتى بالسكينة كده بالراحة. وعايزه اقول لكم الطريقه دي هتضمن معاكم الكحك ما يفرش منكم بعد التسويه. انا حطيته في الفرن الرف الوسطاني، وبيتساب من ساعه الا ربع لساعه على درجه 180، وطبعا على حسب الوقت يعني فرن كل حد، بس بدايه مش اقل من ساعه الا ربع. طيب انا وهو جوه الفرن انا بطلع كحكايه، وببتدي ان انا اخد كحكايه واقطعها. لو قلبها حسيت انه في عجين بسيبه يكمل تسويه تاني وافضل متابعاه. لكن لو حسيت ان هو استوى براحتكم، ممكن تديله وش تحت الشوايه او تسيبوه زي كده، انا بحب يبقى لونه فاتح. بصوا انا اضمن نجاحه ازاي لما افروله في ايدي، بص بتفرول ازاي، ناعمه كده خالص، مفيش عجين فيها، دي كده كحك ناجح ومضمون جدا، وفي نفس الوقت ماسك نفسه وما فرش معانا. بصوا الاشكال كلها اللي انا عملتها يعني زي ما هي، مفيش حاجة اتلخبطت. طيب ازاي اقدر احافظ عليه وعلى الرطوبة، يعني طراوته كده ما ينشفش مننا؟ ان انا اسيبه يبرد خالص واروح شايلاه في علب، بعد كده لما يبرد خالص واشيله في علب محكمة الغلق، وساعة التقديم برش بالسكر البودر وبس. وبكده تكون خلصت وصفتنا، واتمنى تكون عجبتكم. جربوه وقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير وكل سنة وانتم طيبين.